ابدأ يا رؤى. استنى 3 2 1. خليك ركزي مع الصورة. امتى بدأت، يلا ابدأ. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يوم جميل جدا في مدينة المنصورة، واستثمرنا الوقت في تنمية المواهب والمهارات. معانا رؤى جميلة جدا بترسم جميل جدا. فرؤى بصراحة يعني أصرت إن أنا لازم أشوف الرسم اللي هي هترسمه، فطلبت منها ترسم صورة ليا حتى بعد ما شفت الصور بتاعتها وشفت شايفها، فقالت لي دي بتاخد مني ساعة ونص، فقلت لها أنا ممكن أعرض لك شغل اللي أنا بعمله. فعلى الطبيعة هنشوف رؤى هتعمل إيه. معاك يا رؤى. قولي يا رؤى هتعمل لنا إيه؟ هرسم بنت انا بخيالي، يعني مرسمها حلوه يعني بخيالي. ممكن هعملها لك في ثواني، ممكن اعملها لك ربع ساعه. طيب معاك يعني؟ اشتغل يلا يا رؤى. زي ما حضرتكم شايفين كده رؤى بدأت تشتغل، بدأت ترسم اهي. وطبعا الرسم مش اي حد هيمسك قلم وهيرسم زي رؤى ما بتعمل كده، اللي بتشتغل بخيالها دلوقتي. قلت لها ترسمي ايه يا رؤى؟ برسم البيت بس انا لسه مخلصه. لسه هنعملها بيضاويه عشان نعرف التقسيمه الاول. يعني اول حاجه البيضاوي، الشكل البيضاوي اللي احنا هنشوفه ده، وبعد كده نقوم نقسم الدايره. طبعا الفنان بيشتغل باحساسه وبخياله طبعا. تمام. نعمل ايه؟ نعمل كده بيضاويه هنا واحدة هنا واحدة هنا عشان نعرف مكانها فين. ماشي، من غير مقاس من غير حاجة، يعني عشوائيات كده، عشوائي كده صح؟ لا. نرسم عين، لازم نحط العين قبل بعضها. هل كل فنان بيمسك القلم زي ما انت ماسكاه كده، ولا كل واحد ماسك لوحده؟ كل واحد ماسك، بس احنا نعرف ان احنا بنمسك القلم